السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صباح الخير وصباح يوم جديد. الفيديو ده بقى اجمل يوم قضيته في سنة 2022. الفيديو ده متصور من فترة كبيرة، هتلاحظوا اصلا حتى في الفيديو. بس مش عارفة ايه السبب اللي كان مخليني مش عارفة اعمل له مونتاج، وليه قررت دلوقتي ان انا انزله. اصلا هقول لكم قررت ان انا انزله عشان هعتبره رسالة ليا انا، انه مهما الايام كانت صعبة ومهما كان في ضغوطات ومهما كانت الدنيا جاية علينا شوية، انه يعني احيانا بيبقى في بعض الايام اللي بتبقى زي شحن للطاقة، وانك تشحني نفسك كده، اللي هو لا انا بعرف اكون مبسوطة. اليوم كان مختلف وكان رائع وكان جميل، واول مرة في حياتي كنت اروح العب كل الالعاب دي. حسيت ان انا طفلة من تاني. بصوا، كان كل اليوم مختلف بالنسبة لي. طبعا اللي متابع القناة عارف ان انا مش من محافظة القاهرة، فبالنسبة لنا من دمياط للقاهرة مشوار كبير جدا. صحينا بدري جدا واخدنا نفسنا كده، ما كناش لوحدنا، كان اعتبروها رحله، بس يعني اسرتين صغيرين، احنا وناس صحابنا، ورحنا على دريم بارك. الرحله كانت هتبقى دريم بارك بس. الفيديو ده كان متصور في شهر 8. شوفوا، من شهر 8 لحد دلوقتي وما كنتش عارفه اعمل له مونتاج. المهم، كان الجو حر جدا جدا جدا. وطبعا لو انتوا حد يعني ما راحش وبتفكروا تروحوا، التوقيت دلوقتي حلو قوي. طبعا هتبقى المشكله المدارس، انا عارفه، بس اقصد يعني لو متاح ليكوا الفرصه، فالجو دلوقتي لطيف جدا انك تروحي. لكن احنا كنا رايحين في جو حر جدا جدا جدا. وانا بتفرج على الفيديو كنت بستعيد بقى الذكريات. اليوم كان لطيف لأبعد درجة ممكن تتخيلوها. أنا واحدة عندي حساسية شديدة من الشمس، وتقريبا بتحرق في الشمس، والتهابات بقى وشي وإيديا وأمشي بالكريم كل ده ولا كان هاممني. يعني أنا بقول لكم حاجة صعبة، فعلا كانت صعبة. كان كل اللي يشوف منظري كنت عاملة اللي هو في مالك كده، انت عاملة ليه كده؟ بس مش مهم. يعني أنا من كتر ما كنت مبسوطة كان فعليا مش مهم. المكان حلو طبعا، يعني لو انت بتشوفيه لاول مره اكيد معظم الناس هتبقى راحت. انا بالنسبه لي كانت اول مره، فكنت فرحانه وكنت عامله زي الاطفال بتفرج على كل حاجه بانبهار كده. انا شخص مش شجاع قوي ومش بعرف اجرب حاجات جديده، بس من الحاجات او العادات اللي بحاول ابنيها في نفسي طول السنه دي، ان انا عايزه ما بقاش خوافه قوي، ما بقاش جبانه قوي، يبقى عنديش مشكله. يعني بصوا، انا فيا طبع مش لطيف، ان انا لو اتعودت على اكله بطريقه معينه يبقى خلاص انا بحبها ومش هغيرها. اتعودت على مطعم معين بروح واكل فيه واكله حلو، خلاص مش هغيره. اتعودت على ستايل لبس معين، خلاص مش هغيره. فانا بحاول انه لا، انا عايزه اكون شخص مغامر اكتر، اجرب حاجات جديده. فاليوم ده اثبت لي ان انا والله مش جبانه يا ولاد. انا لعبت كل الالعاب، ما سبتش فتفوته في قلب المكان ما لعبتهاش. حتى الالعاب الخطر واللي تخوف انا فعليا قلبي ضعيف فبخاف، بس لا، انا ما خفتش، انا هتبسط. فاتبسطت. طبعا انا سايباكم بقى تتفرجوا في الجوله القمر دي. كانت اول لعبه لعبناها، دي سهله، دي بتاعت اطفال، يعني ما فيش فيها حاجه ولا رعب ولا خوف ولا اي حاجه، وعلى ارتفاع بسيط من سهله، يعني لعبه سهله مش صعبه ولا حاجه. بس كانت بالنسبه لنا ايه، تحميه كده في البدايه، اسمها ايه، تسخين كده في الاول. كنت بصور لكم من فوق وكنت خايفه الموبايل يقع. فليه التوقيت ده اخترته انه اخيرا هسجل صوت على الفيديو، هعمل مونتاج والجو ده؟ لاني الفترة اللي فاتت، ولو انتوا شفتوا الفيديو اللي فات هتبقوا فاهمين انا بتكلم عن ايه، كان كلها حاجات وحشة، كلها بلا استثناء حاجات وحشة، اوحش بكتير مما تتخيلوا. فانا كنت اللي هو ايه، عايزة اعمل فيديو اتفرج عليه وارجع استعيد الذكريات تاني، اللي هو يا بت انت اتبسطتلك شوية اهو. فعادي، جرعة شحن كده، بنشحن طاقتنا من تاني. الايام كلها كده عند كل الناس كده، في ايام حلوه وفي ايام بتبقى صعبه شويه. اعتقد بقى ان احنا لو حالفنا الحظ والصدفه كده جت ولقطنا اي لحظات سعيده، امسكوا فيها بايديكوا واسنانكوا، لان بقت الحاجات السعيده دي مش بتيجي كتير، مش بتيجي كتير والله العظيم. فامسكوا فيها. مش لازم، انا قلت لكم كتير قبل كده، يمكن انا يوم اليوم ده كان مختلف، بس اقسم بالله بلا مبالغه ده احسن يوم واحلى يوم في سنه 2022 و2021 و2020. هو يوم مميز. طب ما انت ممكن اقول لنفسي طب ما انا خرجت خروجات قبل كده، يعني كل سنه مثلا بيبقى فيها مره يوم خروجه مميزه، بس لا، اليوم ده كان لطيف. كنت حاسه ان انا طايره كده مع نفسي، فكنت فرحانه. المهم، مش لازم عشان بقى نخرج ونتبسط
الناس اللي عايزه تتبسط ممكن تقدر تتبسط بحاجات بسيطه، قلت لكم قبل كده كتير، جمعوا ولادكم، اعملوا فشار، اقعدوا في البيت اتفرجوا على حاجه، العبي مع العيال، حاولي نص ساعه الصبح تعملي لنفسك شويه وقت بتاعك. مش لازم انت اللي تاكلي بواقي الاكل بتاعت العيال. انا عارفه ان احنا كستات بيوت، كأمهات دايما احنا ما بنخليش نفسنا اولويه. يعني دايما بتبقي انت شايفه انه انا كل حاجه في الحياه، العيال، جوزك، البيت، المصاريف، كل حاجة كل حاجة، وفي الآخر خالص انتي. كلنا كده، وأنا كده، أمهاتنا كده، اتعودنا على كده. بس لازم يجي شوية وقت، لا أنا عايزة، أنا بقى أنا شوية. أنا بقالي فترة مش ملتزمة أوي في إني أقرأ، بس بدأت من كام يوم في كتاب، كتاب حلو قوي. يعني انا هكلمكم عنه ان شاء الله الفيديو الجاي، الفيديو اللي بعده، بس هكلمكم عنه لانه يستاهل. هجمع لكم كده كام حاجه فيه انا بدات اطبقها على نفسي، وحاسه انه ايه ده، كل لما بقرا حاجه ده بيشاور عليا، ده بيكلمني انا. الكتاب بيتكلم عن انه حياتك التانية هتبدا وقت ما تعرف ان ملكش غير حياه واحده بس. يعني ايه اصلا؟ وقت ما قناعاتك وعقلك ياخد ياخد اوردر كده، وياخد امر انه ايه ده انا هعيش مره واحده بس. لو ركزت قوي قوي في الموضوع ده هتخاف فهتبتدي تشتغل انه الحياه ما بتتكررش، في فرص كتير بتيجي في الحياه ما بتتكررش. فلا، انا لازم اخد بالي من نفسي، لازم اخد بالي من صحتي، لازم اخد بالي من حاجات كتيره قوي، لانه فعليا الحاجات ما بتتكررش. احنا مش هنعيش اكتر من مره، هنعيش مره واحده بس. ف حاولي كده. آه، معرفش، انا بحس ان نهايات السنه دايما، طبعا احنا كلنا هندخل في جدال نحتفل بالسنه نهايه سنه او ما نحتفلش، ما بتكلمش في احتفالات، لسه السنه ما خلصتش، بس اقصد احنا خلاص شهر 10 اهو، عدينا نصه. فعلى بدايه، على نهايه السنه بحاول كاني براجع نفسي، براجع حساباتي، بحاول اعمل لي اهداف جديده، بحاول ادور لنفسي على حاجات جديدة كده في الحياة. انه طب انا حققت حاجة السنة دي، طب انا اتبسطت السنة دي، طب انا السنة دي احسن ولا السنة اللي قبلها. فبحاول انه آه، اراجع نفسي زي ما قلت لكم. طول الوقت بعمل، انا زي ما بقعد اعمل جرد لكل حاجة في البيت واتخلص من كل الكراكيب اللي في البيت، كمان بحاول اعمل جرد لكل الحاجات اللي جوايا. اعملي جرد للمشاعر السلبية اللي جواكي، تخلصي من اي شخص مؤذي موجود مع حواليكي في حياتك. انا سايباكم تتفرجوا على الفيديو وتتبسطوا بالمناظر والحاجات زي ما قلت لكم. انا ما سبتش حاجه في المكان، ما لعبه حتى العاب الاطفال، بس طبعا في حاجات ممنوعه يعني على الكبار، تبقى للاطفال بس. بس المكان كان لطيف والتجربه لطيفه. عاوزين الفتره الجايه يعني لو ينفع ان احنا نشجع بعض ان احنا نتبنى عادات جديدة، عايزين نغير حاجات مش عاجبانا في نفسنا فعايزين نغيرها. التشجيع كويس، كويس ان انت تشتغلي على نفسك وان انت دايما بتبصي لنفسك. يعني ايه؟ يعني انا عايزه مثلا ابتدي ارجع التزم في حاجه معينه، زي اني اصحى بدري، زي اني اكل اكل صحي، زي ان انا ابقى شخص متفائل اكتر بلاش ابقى متشائمه طول الوقت. فدي عادات هنتبناها، فلازم تشتغلي على نفسك وتشجعي نفسك، لانه انت اكبر داعم لنفسك. لو انت مش قادره من جواكي تلتزمي، لا كلامي ولا كلام غيري ولا اي كتب ولا اي فيديوهات هتغيرك. احنا هنا كنا خلاص بقى يعني، لفينا كتير وساعات ولعبنا وحاجات، فقلنا نقعد نريح شوية. اكلنا الاكل هناك مش الطف حاجة، فعادي تصبيرة بقى وكده وخلاص. وبعدين ايه، هم قعدوا يحاولوا يعملوا ينشنوا على الحاجات. طبعا انا ماليش في الكلام ده يعني. مش عارفة، دي المفروض ان في بتاع حاجات كده بتطلع وبتقعدي بقى تنشني عليها فكرني بالمولد. انا عمري ما رحت مولد، بس المولد اللي بشوفه في المسلسلات والافلام القديمة لما يبقى كده فيهم معاهم البنادق الكبيرة دي وبيقعدوا ينشنوا عليها. فانا قلت عايزة اكسب اي حاجة يا ولاد، عايزة اكسب اي حاجة. فجوزي كسب لي بتاع قلب صغنن كده. المهم انا طبعا صورت صور كتير وتصورت صور كتير. ساعات كده الفيديوهات بتاعة القناة بتبقى بالنسبة لي زي مكان بحتفظ بيه بلحظات كده من ذكرياتي، علشان لما اكون متضايقة، لما اكون محتاجة افتكر حاجة معينة، ارجع اتفرج وابقى مبسوطة.
ابقى شايفه ان انا لا، ده انا عشت ايام كويسه وجربت لحظات كويسه. عشان كده بحب فيديوهات اللي فيها فلوجات وخروجات ولف ومشاوير ومشتريات ومش عارف ايه، يمكن اكتر من فيديوهات الروتين. لانه بحس ان الروتين عادي، ما كلنا بنشتغل في البيت، بننظف وبنغسل بس ال... الفلوجات بتبقى لذيذه، بتبقى لطيفه، بتبقى كانك بتخطفي اللحظات وبتسجليها. انا كنت اتمنى، استنى هقول لكم، ده القلب اللي انا كسبته بمجهودي. صحيح انا ما لعبتش حاجه وجوزي اللي كسبها في الاخر، بس برضو بمجهودي عشان كنت بدعي له. رحت بقى ركبت البتاع اللي فوق دي، انا مش عارفه الاسامي قوي، في بقى قطر الموت، لا الصاروخ، لا مش عارف ايه، كان في العاب كتير مش شغاله. بس انا ركبت كل حاجه، ما سبتش فتفوتايه. وبعدين بقى قعدنا لفينا شويه عشان الميه، ودخلنا بعدها بيت الرعب. بس طبعا في بيت الرعب كان التصوير ممنوع، مش هينفع اصلا بالموبايلات. وبتبقي في اول جزء كده بتبقي لابسه النضارات اللي هي بتاعه السينما الفور دي حاجات كده. يعني كانت التجربه لطيفه، كانت تجربه لطيفه، انا ما خفتش. بس طبعا لو معاكوا اطفال لا، ما حدش يدخل بالاطفال في الحاجات دي. الموضوع يعني كان معانا اطفال، في ما قدروش يدخلوا، في دخلوا. بس لو اطفال صغيرين قوي لا، ما تعملوش فيهم كده يا جماعه، ما تعملوش فيهم كده. وبعد كده كانت تجربة بيت الرعب لطيفة بالنسبة لي، مش مرعبة، كنت بضحك بس لان انا عادي يعني بتفرج على افلام رعب اكتر من كده بكتير. وفكرة ان انا عقلي مهيأ وانا داخلة ان انا عارفة ان مفيش حاجة جوه، مفيش حد هيأذينا، مفيش هيطلع لي عفريت يعني. بعد كده دخلنا ده البيت المقلوب. البيت المقلوب ده المفروض ان هو بيت مبني السقف تحت والارض فوق وكل حاجه فوق. يعني اللي انا بصور لكم دلوقتي انا مش قلبه الكاميرا، هو البيت مقلوب، السراير فوق، المطبخ فوق، الحاجات كلها فوق، الارضيه وكل حاجه والسجاد، بس كل حاجه مقلوبه. يعني هو ده المنظر بالذات، فممكن الواحد يحس ان جاله دوار كده وهو جوه. فتجربة لطيفة لطيفة. انا حسيت ان انا ايه، ممكن اكون ناس تشوف انه عادي يعني، ده احنا كلنا طلعنا رحلات ورحنا. انا ما روحتش رحلات خالص في حياتي تقريبا، وانا بتكلم على ايام المدرسة وايام الجامعة وكده، ما روحتش. فيمكن غير هي مرة بس في الجامعة او حاجة، لكن ما كانش فيه يلا بقى نطلع دريم بارك ومش عارف ايه. فانا تلاقوني لسه ايه، طفلة كده منبهرة بالحاجات. المهم زي ما قلت لكم، هنا كل حاجة مقلوبة، الكنب في السقف بصراحة مش عارفة هم مثبتينها ازاي او عاملين الحاجات دي ازاي، بس عادي يعني. فاتبسطوا كده وحاولوا تتبسطوا. انا الجو اللي احنا فيه اللي هو في شهر 10 و11 بيبقى الشهرين دول من ألطف الشهور في السنة بالنسبة للجو، اللي هو مش حر وفي نفس الوقت مش ساقعة فظيعة. الساقعة اللي هي القوي اللي بتخليكي مكسلة مش قادرة تتحركي من مكانك. لسه في مطر بس اللي هو بادئ يبقى في مطر، بس مطر خفيف. فالجو ده لطيف قوي. لو ينفع انكم تعملوا لنفسكم نزهات كده، مبقولكوش تطلعوا من محافظة لمحافظة، بس يعني ممكن مثلا في نهاية الأسبوع يوم خميس، عارفة إن بكرة أجازة الولاد مش عندهم مدرسة، لو هتعملي حتى سندوتشات في البيت وتاخدي الولاد وتروحوا تقعدوا حتى في جناين عامة. يعني ما بتكلمش انه لازم الموضوع يكون مكلف ماديا، عشان كلنا مضغوطين اصلا ومصاريف مدارس وحاجات كتير. فلا، احنا نحاول ان احنا نبسط نفسنا بأبسط التفاصيل وبأبسط الحاجات. ده كان اليوم بتاعي. طبعا يومنا ما كانش لسه خلص، بعد ما خلصنا دخلنا بقى في قلب القاهرة نفسها. بس دي الحاجات اللي انا صورتها وينفع ان هي تتعرض. اتمنى يكون الفيديو يعني شوية لطيف احسن من الكآبة اللي كانت في الفيديوهات اللي فاتت. واستنوني قريب ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم.